لما تتعرض إلى انكسار، إلى خيبة، إلى خذلان، إلى حالة من الضياع مع شخص، مع موقف، مع قريب إليك، مع حبيب، يبدأ عندك الانكسار. فأنت تحتاج إلى شيء مهم. أول شيء هو الاستغناء السيادي. يصير عندك قوة التخلي. لا يمكن أن تبدأ من الصفر وأنت تحمل حقائب الماضي. يعني الحقائب الماضي، الذكريات كل هذا. الوجدان الصلب يمتلك شجاعة البتر، بتر الماضي، الأفكار، العلاقات السامة اللي تسبب الانكسار. التعافي يحتاج قرار حاسم، ما يحتاج واحد يقعد يبكي. زين، التعافي يحتاج قرار حاسم بغلق كل الملفات المفتوحة. وبالتالي لا تنتظر اعتذار من الآخر. الآخر ما يعتذر لك نهائي. زين، الشخص الآخر خذلك وما عنده استعداد يعتذر لك، ولا تنتظر تفسير من شخص غدر بيك يفسر لك ليش غدر. أكثر من ننتظر يفسر لنا الحدث، فسر أنت الحدث، وسوى بتر للماضي، وسوى استغناء وتخلي كامل. زين، والاستغناء هو أعلى درجات السيادة على نفسك. وأن تحصل، يعني أن تصل لمرحلة تشعر أنك كافي لنفسك ومكتفي بنفسك. زين، الاستغناء والتخطي. ما بعد الاستغناء تعبر مرحلة خلص، وبعدين نعيد بناء شنو؟ نعيد بناء آلة التنبؤ، وهاي كلش مهمة. يعني أنت كنت قبل تثق بالآخرين ثقة عمياء. زين، التوقعات مالتك كلها إيجابية. زين، يجب تشغيل آلة التنبؤ بس بطريقة أخرى، نظام تشغيل جديد. يعني شنو؟ يعني الثقة لا تبدأ ثقتك دفعة واحدة، ماكو شيء ثقة مطلقة بعد كاملة. الثقة تكون مرحلية. زين، تدريجية، طبقات، ماكو ثقة مطلقة. زين، كل طبقة تبنيها على أساس المواقف، على أساس التفاصيل،